موضوعنا لليوم باش نحكوا على إجراءات النفقة في القانون التونسي. القانون في تونس يلزم الراجل أنه ينفق على زوجته، وفي حالة الطلاق للضرر أو للإنشاء الزوج يبقى مطالب بالإنفاق على طليقته طيلة العدة متاعها وعلى صغارها. وبالنسبة لتقدير معلوم النفقة تكون حسب ظروف المنفق والمنفق عليه، وتكون كذلك حال الوقت والأسعار، مع العلم أن النفقة تحق على الوالدين والأجداد، والمطالب دفع النفقة مطالب دفعها كل شهر مع الحضانة للصغار. وبالنسبة للمرأة اللي عندها حكم بيت كل سوا ليها وإلا لصغارها وما تحصلتش عليها تنجم تقدم شكاية إهمال عيال لوكيل الجمهورية. في الحالة هذه المنفق يعرض روحه لخطايا مالية وعقوبة بالسجن. وهنا حسب القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه حتى لو المرأة أسقط حقها